اليوم بن سلمان هو اللي موقف الإسرائيلي على إجره نص، طلع هو اللي مركع الإسرائيلي على إجره نص، وطلع هو اللي عنده كبسة زر، لأنه هو الوحيد اللي رفع سقف التحدي وعمل قمة عربية أثبت فيها من خلال السعودية وقمة القاهرة أنه لا يمكن أن تعتدوا على سد الشعب الفلسطيني. محمد بن سلمان ببلش بحكي مع الشيعة اللبنانيين اللي أنا واحد منهم بهذه العبارة: هو الوحيد الذي قال لا لترامب، هو الرجل العربي والدولي الوحيد. شوف، لا بزشكيان قال لا لترامب، ولا بوتين، ولا حتى أوروبا كلها قالت لا لترامب. اليوم هو الوحيد اللي قال له بأحلامك بترجع الشعب الفلسطيني أو بتهجره برات غزة. الله، اليوم محمد بن سلمان هو قائد تحرير فلسطين، مش بالعنتريات وبالخطابات المنفوخة اللي سمعناها اللي دمرت سوريا ولبنان وفلسطين. وبالتالي هو قائد القضية محمد بن سلمان التي يؤمن بها الشيعة. يعني ما كان، شوف، عبد الناصر كان قائد سني بس كان الشيعة يؤمنوا فيه لأنه كان عروبي يؤمن بتحرير فلسطين. اليوم بنفرجونا المحور الإيراني شو عمل. المحور الإيراني استسلم، وقع استسلام بالمقابل بلبنان، استلم سلاحه وأصبح أورغان مورتاغوس هي شو المرشد الروحي تبع المحور. الشيعة لازم يعرفوا انه مش صحيح انه ايران هي اللي راحت بدها تحرر فلسطين، هي ساهمت بطريقة غير مباشرة بقتل الشعب الفلسطيني من خلال توريط ومخاطرة طبعا بيحيى السنوار الذي لم يحسب انه هذا الموضوع بده بيحصل. هذا الشيء اليوم اللي عم نسمعه ايضا بمظاهرات مثل ما قلت لك فلسطين، انه حماس لا تمثلنا، بيأكد انه الفلسطينيين ليسوا كلهم حماس، كما انه الشيعة اللبنانيون ليسوا كلهم حزب الله.